عسلامة عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ مساء النور، مساء الورد، مساء الياسمين، إن شاء الله تكونوا لاباس وانتم تشاهدوا في فيديو اليوم. حبيت نطل عليكم فيديو قصير، حبيت نفسر لكم البنات شنو صاير معايا. عملت زوز فيديوهات، الفيديو الاخر كيما شفتوا متاع تحضير المقلوب. المرة الأولى مشى معايا الفيديو، من بعديك جاتني كيما شفتوا برشا من الناس وبرشا ميساجات جاتني الفيديو، من بعديك يجيني أبيض. هذه المرة الثانية توا تصير معايا الفازة، مانيش فاهمة شنو هو البروبليم بالضبط. بالله اللي عنده فكرة ما يبخلش عليا. عاونتني مرة أم غالي قالت لي العش وعد تصاور كي تحطيهم في الفيديو بعد ما تستعمليهم الكل تفسخيهم بالجالوري. صحيحة المعلومة هذه صحيحة، لكن بالحق جربت معناها وشفت صحيحة الحكاية اللي كيف نفسخ من الجالوري يتفسخوا في يتفسخوا في الفيديوهات، واني انا ما زلت ما هبطوش معايا في اليوتيوب. فازا هذه ما عادش نعمل فيها. المرة هذه ما فسخت حتى شيء. مانيش فاهمة شنو صاير بالضبط. زوز فيديوهات نهبطهم في نفس النهار معناه. ديجا اول ما هبطت الفيديو حكم انا هبطت الصباح بكري، كلمتني مرت خويا سامحوني، قالت لي راهو الفيديو فيه مشكله. حصيلو البنات ما نطولش عليكم برشا دخلت شفت الفيديو نلقاه معناها مشى هكا حكايه 5 دقائق في بالي، ومن بعديك بياضت التصويره ما عادش فما حتى شيء، جوست الصوت نتاعي اهو جوست التسجيل. مانيش فاهمه شنو صاير بالضبط معايا. البنات ما تبخلوش عليا، اللي عنده معلومة على هالفازة هذه يعاوني، خليلي في كومنتير. بارك الله فيكم ويرحم والديكم بالحق، عاونوني فيها النقطة هذه، خاطر بالرسمي سئلت قداش من حد ما عندش معلومة معناها، ما عنده لمن عاوني معناها في الفازة هذه. لمن نعرف مناش شنو المشكلة بالضبط. حصيلوا البنات. حبيت معناها نقول لكم اللي عنده فكرة يعاوني. بارك الله فيكم، يعطيكم ألف صحة البنات. أنا توا يمكن يترى نحبس الفيديوهات البريود هذه لين نشوف شنو هي المشكلة بالضبط، حتى باش نعاود نعمل فيديو آخر قبل ما نهبطه باش نشوف شنو هي المشكلة. على فكرة رجعت للسيت الانشوت اللي نعمل بيه في المونتاج. الفيديو مريقل على الاخر، مريقل معناها ما فيش الفازة هذه، ما جتنيش جملة واحدة. جوست كيف نهبطوا على اليوتيوب تجيني الفازة هذا. انا بحكم يمكن شكيت من الانترنت، عندي الانترنت بريود هذه ضعيفة ياسر، الويفي متاعبني شوية، يمكن قلت علاش لا هاني نكون نحضر في فيديو ان شاء الله ونعمل الانترنت، نشرجي الانترنت بالفلوس. خليني نشوف المشكلة اسكو من الويفي خاطر ضعيف ياسر، وبيان حاصيله مانيش فاهمة. راني شفتوا انا بالرسمي مانيش فاهمة حتى شيء في دوامة الحقيقة. البنات بالله اللي عنده فكرة يعاوني، حتى أصحاب القنوات معناها اللي صارت معاهم الفازة هذه بالله يعاونوني في معلومة. وكالعادة والعوايد البنات ما تنسوش جماعتكم وكومنتاراتكم العزيزة الغالية على قلبي في كل فيديو. نحب نشكركم على المساجات وعلى كمية المساجات متاع التشجيع متاعكم، بالحق زيدوني طاقة إيجابية. بارك الله فيكم. وكل إنسان دخل القناة جديد وكتب لي راني متبع جديد، بارك الله فيه ومرحبا بيه في قناتي، وماذا بيا ان شاء الله تشوفوا مني ان شاء الله كل الخير، وان شاء الله تكبر عائلتنا. خلونا نصلوا على حبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا رب يديمكم نعمة في حياتي. وفضلا وليس أمرا الناس اللي ما زالش ما اشتركتش في القناة، فضلا وليس أمرا تشرفوني وتنوروني بوجودكم معايا، واللي يعطاني بالحق من وقته ربي يجبر بخاطركم ويسعدكم ويفرحكم كيما فرحتوني وتتفرجوا فيا بوجودكم معايا. بالحق نشكركم برشا في حاجة إنكم فرحانة، سامحوني إنكم معايا. بالحق مانيش عارفة كيفاش نعبر على اللي نحس بيه. نتمنى قناتي تكبر بوجودكم، واللي في قلبي كيف على قطرة العسل. هنا يا البنات هذايا روتين قيلولة بعد ما حضرت الفطور وفطرنا والكل، كملت القضية عجعجتها بشوية بخور وقعدت نتبع في المسلسل. حطيت المسلسل وقعدت نتبع غير شنو قلت خليني بالحق بعد ما صورت قلت خلوني بالحق نهبط وهذايا فيديو قصير ونحكي فيه على المشكلة متاع الفيديو. بالحق الفيديو المقلوب ياسر والله غارني، خاطر التجربة بالحق متاع المقلوب ياسر جاني بنين، حبيت نشارككم فيه غير الله غالب أكا هو ماهوش كاتب. كما قلت لكم البنات ما تبخلوش عليا، كل واحد أي حد يعرف معلومة بالله يفيدني بها خليلي في كومنتير ويعيشكم. بارك الله فيكم. بسلامة البنات.